السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال ان شاء الله. اهلا بيكم في قناة لكل يوم مميز. يا ريت اللي لسه اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنحضر مع بعض النهاردة الفطار. فطار بسيط زي ما انتم شايفين، وبالمرة هنعمل الملوخية الناشفة واوريكم عملتها ازاي. ولو الفيديو عجبكم ياريت نضغط لايك عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من المتابعين. يلا بينا نبدأ الفيديو. معايا قرنين فلفل، واحد بارد واحد حامي. انا طبعا هعملها بطريقة ستي، فهدق التوم في الهون. طبعا لو حد عايز يعمله في الكبة يفرمه في الكبة مفيش مشكلة، بس دي طبعا بيبقى لها نفس تاني وطعم تاني. هفضل ادق فيه لحد ما ينعم خالص زي ما انتم شايفين. وبعدين بقى هنقله في طبق، وهجيب 7 فصوص من الثوم او راس توم صغيرة، عشان انا هعمل طبقين. مش هكتر يعني، هما طبقين 2 بس ملوخية جنب الاكل. بدق الثوم اهو زي ما انتم شايفين، برضو هنعمه كويس قوي. نفس الهون في الحاجات دي بصراحة نفس تحفة، احسن من الكبة بكتير. احنا سهلنا على نفسنا، بس طعم ايام زمان والاكل بتاع زمان كان له ريحة وطعم مختلف. ومعايا حباية من الطماطم، حباية صغيرة زي ما انتم شايفين، واقطعها صغير قوي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا ريت دايما لساننا يبقى معطر بذكر الله يا جماعة. هنا بقى معايا كوباية من الملوخية الناشفة، هعوز منها حسب ما انا عايزة، يعني هحط منها حسب ما انا عايزة القوام اللي انا هبقى عايزاه. معايا معلقتين دهن، او لو عايزين تحطوا سمنة مفيش مشكلة، بس انا قلتلكوا عاملاها على طريقة ستي زمان. ملوخية نفسها كان خطير وطعمها خطير بصراحة. او انا عامة من عشاق الملوخية الخضراء او الناشفة. توم بس اصفر معايا، هنزل عليه بقى بالطماطم زي ما انتم شايفين كده. هفضل اقلب بقى لحد ما الطماطم تدبل معايا. هنزل عليها بقى بشوية كزبرة ناشفة، شوية كمون ومكعب مرق وشوية بس ملح صغيرين، لان هعملها بشوربة والشوربة فيها ملح، فانا هعمل شوية يعني ملح صغيرين. تابعوا معايا الفيديو، هقلب كويس قوي لحد ما انتوا شايفين كده الطماطم دبلت. هنزل بقرن الفلفل اللي انا دقيته معاكم في الهون. هقلب بس يدبل كده معايا زي ما انتم شايفين، وهنزل على طول بالشوربة. معايا طبق شوربة، وهجيب كمان طبق مية. طبعا لو عندكم متوفر كلها تبقى شوربة تمام مفيش مشكلة. ساعات والله بنعملها بمية بس ومعاها مكعب مرقة زي ما انتم شايفين، وبرضو بتبقى طعمها خطير. الاكل ده نفس يا جماعة والله. الشوربة غليت زي ما انتم شفتوا، هنزل بقى شوية شوية من الملوخية، عشان انا عايزة القوام بتاعها ما يبقاش لا طري قوي ولا جابس قوي. هي يعتبر خدت الكوباية دي وبس، فاض منها شوية صغيرين خالص. هفضل بقى اقلب لحد ما القوام يظبط معايا، بيبقى فيها كتل كده لحد ما الكتل دي تسيب خالص. الملوخية دي انا مانيش شارياها، دي امي هي اللي منشفاها، بس هي عاملاها بطريقة حلوة مخليها خضرة زي ما انتم شايفين كده. يعني دي اللي يشوفها يقول الملوخية خضرة مش ناشفة. بجد لونها خطير وطعمها حكاية. ياريت تجربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. بفضل اقلب فيها زي ما انتم شايفين، بس هي ما بتاخدش حاجة على النار، بس انا بقلب فيها لحد ما شفتوا كده مفيش فيها كتل خالص. هقفل بقى النار عليها واشيلها، ونكمل معاكم بقية الفطار. معايا طاسة على النار، هعمل بقى طعمية. انا جايبة عجينة طعمية من بره من مطعم، هعملها معاكم هنا في البيت في الطاسة، يعني في الزيت، هنقليها في الزيت. العجينة اهيت، عبال ما الزيت يسخن هقشر البطاطس. كنت سلقة بطاطس فانا هقشرها.
هقشر بقى البطاطس، يعني هحمر حاجة والحاجة التانية يعني هحمر نصها ونصها هعملها مهروسة. في عندي عيالي ساعات في عيال بتحبها متحمرة وفي عيال بتحبها مهروسة. هنا كان الزيت زي ما انتم شفتوا كده اتقدح خالص وسخن، نزلت عليه بقى بالطعمية. حاجة بسيطة كده يا جماعة. وكان الجماعة عندنا هناك سلايفي بيخبزوا، فبعت جبت منهم عيش طري من الفرن، كان لسه جاي سخن من الفرن، بس انا بقى ايه بحبه ناشف شوية، فانا برضو ايه شددته شوية كده على البوتاجاز وخليته ينشف شوية. هعمله معاكم برضو هتشوفوه. عملت الطعمية زي ما انتم شايفين، عبال بس ما تحمر وبعدين هقلبها الوش التاني اهي. يا ريت يا جماعة نصلي على النبي في الكومنتات، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو انا بنزله. انا عايزة القناة تكبر بيكم يا جماعة. كده زي ما انتم شايفين وصلت للون اللي انا عايزاه والطعمية استوت، فانا طلعتها هنا اهو معاكم. واجيب بقى ايه البطاطس، هحمر شوية اللي انا قلت عليهم والتانيين ههرسهم اهو. محتاجة منكم تشجيع كده، تعملوا لايكات كتير على الفيديوهات، كل حد بيشوفني دلوقتي يعمل لايك، واللي وصل معايا لحد هنا ياريت يضغط لايك وكومنت جميل زيه كده عشان اعرف ان انت دخلت وصلت معايا لحد هنا. هنا بقى البطاطس اللي انا هرسها بحط عليها شوية زيت زي ما انتم شايفين، واحط عليها شوية كمون وشوية ملح بس وهرسها. طبعا لو في هريسة شطة تبقى خطيرة، لو في شبت بقطع عليه شبت بيبقى بصراحة طعمها بيديها نفس تحفة، بس انا مش متوفر عندي فانا استكفيت بها كده، يعني اللي موجود بنعمله يا جماعة. هنا البطاطس اهي طلعتها زي ما انتم شايفين، والله كانت لقمة جميلة، بالذات بقى العيش الطري الفلاحي اللي انا قلتلكوا عليه ده مع الملوخية الناشفة، اكلة كده بصراحة من الزمن الجميل. اهو العيش اهو زي ما انا بقولكوا، هو ده العيش. انا جايباه طري زي ما انتم شايفين كده لسه طالع سخن من الفرن. طبعا انتوا عارفين العيش الفلاحي جميل مع الاكل الفلاحي ده، حاجة تحفة بصراحة. انا بقى بسخنه مش زيادة عشان بس يبقى ايه ناشف وانا باكل شوية، مبقاش طري كده. وانا خلصت بقى وتعالي وايه نغرف الملوخية. اتفضلوا معايا بألف هنا على قلوبكم والله. واللي وصل معايا لحد هنا يا ريت يعرفني في الكومنتات ان هو وصل لاخر حاجة وانا بعد بحط الملوخية في الطبق. اتفضلوا معايا بألف هنا على قلوبكم، واشوفكم بكرة على خير في فيديو جديد. مع السلامة.